السلام عليكم متتبعي الاوفياء ديال كيما كوتا، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الملوي، كيجي اكثر من رائع، كيجي مفشفش، كيجي رطب، كيجي مورق ورقه على ورقه، كيجي خاطر بزاف. غير تبعوا الفيديو الاخير، هاد الملاوي هادو راهم يستحقوا التجربه وفايت ليا وشاركتهم معكم وعجبوكم. داكشي علاش عاودتهم لكم بنفس الطريقه وبنفس المقادير، بنفس هكايا كلشي، وجات النتيجه لا يعلى عليها. جاو الملاوي خطيرين بزاف بزاف، واخا تكونوا مبتدئين راه هاد الملاوي هادو غادي يصدقوا لكم ويجيوكم اكثر من رائعين. وعجبني الحل بزاف بزاف. البنت اللي في الفيديو السابق اللي كنت شاركت معكم قالت لي عندي 12 عام وجربتهم وجاوني واعرين، فحتى دابا نتمنى ان شاء الله اللي جرباتهم ترجع للتعاليق وتخلي ليا بانكم جربتوهم وكيف ما كانت النتيجه. شاركوها معنا. خوتي وخواتاتي اللي اول مره كتشوفوا القناه ديالنا، فالف مرحبا بكم. تابوناو وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد ديالنا. شجعونا باللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو في الحق ديالنا. دابا ان شاء الله غنقول لكم المقادير اللي كنحط انا هنا في هذه القصريه. بالنسبه للمقادير حطيت 4 الكيسان ديال الطحين الفينو، يعني القمح الصلب، ماشي السميده رقيقه. في الفيديو السابق كانوا سولوني بزاف ديال البنات واش هذه السميده الرقيقه. دابا كنأكد لكم راه ماشي السميده الرقيقه، راه القمح الصلب. كما شفتوا معايا وقلت لكم درت 4 الكيسان ديال القمح الصلب ويعني الفينو، ودرت هنايا 8 الكيسان ديال الفرص العبار بالكاس ديال العنبه كما قلت لكم، وغنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. وغنزيد هنايا راس معلقه صغيره ديال الخميره د الخبز. الا بغيتو ديروها، بغيتو ما ديروهاش نهائيا، كيبقى لكم دائما الاختيار. لكن كما شفتوا الا بغيتو الملاوي يجيكم بحال ديالي، تبعوا نفس المقادير ونفس الطريقه. زدت معلقه ديال العسل عامره كما شفتوا معايا، تقدروا تعوضوها بالسكر سنيده. وزدت معلقه ديال الحليب بودره. وزدت هنايا واحد دانون نسوس، دانون ديال 3 دراهم، اولا على حساب المناطق، ما عرفتش كل بلاصه هكايا وشحال كيدير فيها هاد الدانون هذا. زدت هنايا المليحه اللي كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وغنزيد هنا الماء عادي من الروبيني. هنايا زدت الكاس الاول، وغنخدم هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. الماء دائما بالتدريج وكيبقى على حساب الحاجه. واخا انا غنعطيكم الماء بالعبار، لكن دائما على حساب الطحين. بعض المرات كيصدق لينا الطحين كيتشرب، وبعض المرات كيصدق لينا لا. كما شفتوا معايا كبيت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني، وهذا الكاس الثالث كبيت فيه هكايا غير واحد شويه. وكما قلت لكم نتوما ديروا على حساب الحاجه ديال الطحين ديالكم شحال غيتشرب لكم. وغنخدم هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، يعني حتى يدخل هذاك الطحين يدخل ليا في هذيك العجينه وما يبقاش يبان الطحين نهائيا كيف ما واضح هنا في الفيديو. غير بحال هكا، وانا كندخل بحال هكايا داك الطحين شويه بشويه في العجينه ديالي حتى كيدخل كامل وما كيبقاش باين نهائيا. انا هاد العجينه هادي هزات ليا 4 الكيسان ديال الماء بالعبار بالكاس ديال العنبه، حيت هذوك الكيسان منين عبرتهم لقيتهم هزوا ليا، يعني القياس الماء اللي كبيت هنايا عبرته لقيتو هز ليا هزت ليا هاد العجينه هادي 4 الكيسان ديال الماء العبار بالكاس ديال العنبه. لكن نتوما كنقولها لكم ونعاودها لكم، ما تتبعوش العبار ديال الماء اللي درت انا، حيت بعض المرات كنطيحوا في الطحين كيتشرب وبعض المرات لا. حيت الطحين هذاك الفينو فيه انواع، كاين اللي حرش كيبغي الماء بزاف، الفرص حتى هو فيه اللي حرش كيبغي الماء بزاف. يعني دائما الماء ديروه على حساب الحاجه ديال الطحين ديالكم. كما شفتوا معايا العجينه واضحه قدامكم كتبان لكم، ما قاصحاش بزاف وما رطباش، كتبقى على هذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا انا دلكت هنايا واحد 5 ديال الدقائق، وغنخليها ترتاح ليا 5 دقائق واحده اخرى، نحيت فيها الخميره ما نخليوهاش ترتاح بزاف. هذا الشيء علاش كندلكوها 5 ديال الدقائق حتى الكثر، يعني على حساب علاش، حيت فيها الخميره ما غاديش نخليوها ترتاح مده طويله. هنا كما شفتوا معايا خليتها ارتاحت ليا 5 ديال الدقائق، رجعت ليها غير غنديها ونجيبها بحال هكا كيف ما واضح هنايا في الفيديو. كنجمعها والملمس ديالها كيتبدل، كتولي ملسه وكتولي بحال مده طويله وحنا كندلكو فيها. صافي هنايا من بعد ما زدتها كي قلت لكم 5 دقائق ارتاحت، ودلكتها هكا واحد شويه فقط بحال غير جمعتها باش تبدل ليا الملمس ديالها. دهنتها هنايا بالزيت
وغنغطيها بالبلاستيكه ونخليها هنايا ترتاح ليا. الا كان الجو بارد غنخليها ترتاح حتى ل 8 دقائق. كان الحراره غنخليها ما تفوتش ليا 5 ديال الدقائق ونرجع نقرصها. كما تشوفوا معايا هنايا الملمس ديالها كيبان لكم بانها مرتاحه ومطاوعه هنايا باش نقرصوها. هنايا غنقرصها بالمساعده ديال الزيت ضروري. غنقرص ونحط انا هنايا غير في القصريه. تقدروا تحطوا هكايا القريصات ديالكم فين ما بغيتوا صافي. وغنبدا نقرص هكايا كويرات ونحطهم في هذاك القصريه. بالنسبه للكويرات هكايا الملاوي كيبقى على حساب الذوق ديالكم نتوما. الا بغيتوا ديروهم كبار اولا صغار كيبقى لكم دائما الاختيار. وكنقول لكم دائما هاد الهضره هذه في الفيديوهات ديالي كاملين خصوصا ديال الملاوي وديال المسمن. كنقول لكم على حسب الرغبه ديالكم نتوما. الا بغيتوا المليويات صغيورين كتصغروا الكره ديال العجينه يعني القريصه ديال العجينه. بغيتوها كبيره كتكبروها يعني على حسب الذوق ديالكم. دائما كنقولها لكم. صافي انا قرصتهم على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. يعني الحجم ديال الملاوي قداش كان هذا هو الحجم اللي قرصت انا باش عطاني هذاك الحجم هذاك. صافي هنايا غنبقى نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الملاوي بحال هكا. وباقي غنهضر لكم على المقله اللي جاوني عليها بزاف ديال الانتقادات في الفيديو السابق اللي كنت شاركت معكم ديال الملاوي وخصوصا ديال الحرشه الكبيره اللي كنت شاركت معكم. جاوني عليها انتقادات بزاف كلهم البنات كيقولوا لي غير حدها بدات الاولى وقالت لي المقله مصديه. كلهم تبعوها البنات بداو يقولوا لي المقله مصديه والمقله هذه. المهم باقي غنهضر لكم عليها حتى نبغي نطيب. هنايا كما شفتوا معايا كورت العجينه ديالي كامله كيف ما واضح في الفيديو. حطيتها هنا في هذه القصريه وضروري ندهنوها بالزيت باش ما كديرش لينا القروشه من الفوق وما كتلصقش لينا عليها هذاك البلاستيكه اللي كنغطيوها بها. كما شفتوا معايا عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال الزبده مذوبين. وعندي قيمت هكايا 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت عامرين كبيتهم هنا من حيت باقي غنزيد الزيت هادشي ما كافينيش. وعندي في هذيك الزلافه الاخرى عندي الفينو بوحدو ما معاه حتى شي حاجه. يعني الفينو اللي عجننا منه زيت معاه 2 خنيشات ديال الخميره. تقدروا ما ديروهمش نهائيا اولا تقدروا ديروا غير وحده. لكن الا بغيتوا الملاوي كيف ما جاوني انا تبعوا المقادير والطريقه كيف ما هي ما تغيروا حتى شي حاجه. كما شفتوا معايا هنايا درت كندهن بالخليط ديال الزبده والزيت هو اللي رشيت به الرخامه. وغنبدا نطلق المليويات ديالي غير بحال هكا. المهم اول حاجه كنعتذر منكم حيت كاين الاصلاحات حدانا. هذا علاش كتسمعوا الصداع ديال الاصلاحات فكنعتذر منكم. وكان خصني ضروري نسجل لكم هكا نقاد لكم الفيديو باش نحطو لكم. هنايا غنبدا نطلق بحال هكا في الملاوي ديالي غير بالكف ديال يديا. وانا غدا وانا كنطلق ضروري نطلق الوسط حتى هو والجوانب ما نخليهمش غلاض نهائيا حيت هما الاغلبيه كيبقاو لينا غلاض. ضروري هكا نركزوا عليهم. انا كنطلق بحال هكا وكما شفتوا العجينه ما كتقطع ما حتى شي حاجه. العجينه ناجحه 100%. غير جربوهم بعينيكم مغمضين. ونتمنى ان شاء الله بحال الفيديو الفايت ديال نفس الفيديو عاودته معكم يعني بنفس الطريقه بنفس المقادير بنفس كل شيء. جاتني بزاف ديال التعاليق فيه بانهم جربوه وصدق ليهم وخصوصا البنت اللي عندها 12 عام قالت لي جربته وصدق ليا وجاني زوين بزاف. فإلا رجعتوا للفيديوهات راه غتلقاو التعاليق تما كاين. بحال هكا كما شفتوا معايا طلقت العجينه ديالي. طلقتها مزيان رشيتها بهذيك الزبده والزيت بشويه ديال الفينو. بقيت كنطوي بحال هكا ضروري نطوي ويدينا مرخوفه. صافي ملي كنسالي كنجمعها بحال هكا كيف ما واضح في الفيديو. المهم الفيديو كيوضح لكم كل شيء لكن ضروري نشرح لكم. فإلا كانت شي حاجه ما واضحاش في الف مرحبا بالتعاليق ديالكم وحنا ان شاء الله غادي نجاوبكم. الفيديو اللي كان فايت كانوا طلبوني الناس ديال الجاليه تحيه ليهم من هذا الفيديو. قالوا لي ولي تعبر لينا نسمن هكايا اي حاجه بالكاس ديال العنبه. وكنت عبرت ليهم بالكاس فحتى هذا عبرت لكم بالكاس يعني بنفس الطريقه وبنفس المقادير كل شيء هكايا. ما بغيت نغير لكم والو بما انه داك الفيديو هذا كلقى النجاح هكايا ديالكم وعجبكم فبغيت نعاودو لكم بنفس الطريقه. كما شفتوا معايا هنايا طلقت العجينه ديالي مزيان ورقتها. درت شويه ديال الزيت والزبده اللي مخلطين مع بعضياتهم. زدت شويه ديال الفينول اللي مع الخماره رشيت هكايا
حتى هنا كنرش فاش كنبغي نطوي صافي، وكنبقى غادا وانا كنطوي، لكن يدي هنايا تكون مرخوفه. ملي كنوصل للاخر كنجمع بحال هكايا كيف ما واضح هنايا في الفيديو. المهم الفيديو كيوضح لكم كلشي كما قلت لكم، ونجمعها ونحطها على جنب ونعاود معكم مره اخرى. شد العجينه ضروري كندهنوا الرخامه ديالنا مزيان بالزيت ويدينا مزيان بالزيت باش العجينه ما تقطعش لينا، باش يدينا هكا كيكونوا رطبين ما تقطعش لينا العجينه. ونبدا نطلق غير بالكيف ديال يديا. ملي كنوصل للجوانب هكا كنبدا نجرهم صافي. ونرش هنايا بالطحين، من قبل كنرش الزيت والزبده ونرش بشويه ديال الطحين مع الخمرات صافي. كنبقى نطوي بحال هكايا كما واضح هنا في الفيديو، ونجمع المليويه ديالي ونحطها على جنب. هنايا من بعد ما ساليتهم، هذه هي الكميه اللي عطاتني ديال الملاوي صافي. غنخليهم هنا يرتاحوا واحد شويه، عاد نرجعوها كنقرصوهم وندوزو باش نطيبوهم في المقله. هنا غنشد واحد الكميه بحال هكا وغنقرصها بحال هكا باش كترتاح هكا. ملي كنبغي نطلقها ونديرها طاك في المقله كتسهل عليا، يعني كنلقاهم هكا مرتاحين واحد شويه. هي كنضغط عليهم شويه صافي وكنحطهم يطيبوا. شوفوا تبارك الله الفقاعات انا كنقرص هكا في العجينه، والفقاعات طالعين مع يدي باش تعرفوا العجينه ديالكم ناجحه 100%. لكن هنايا من بعد ما غنقرصهم غندوز ضروري غنهضر لكم على المقله اللي جاوني عليها بزاف ديال الانتقادات. يعني بعد ما كنقرص هكايا المليويات ديالي كندهنهم شي شويه ديال الزيت باش نديهم للمقله. هنا هذه هي المقله اللي جاوني عليها انتقادات بزاف، لا في الفيديو السابق ولا ديال الحرشه. قالوا لي المقله مصديه وحالتها حاله، بدلي ديك المقله. هذا راه ماشي صدى، انا نقولها لكم. والناس اللي عندهم بحال هاد المقالي هادو الله يخليكم خليوا لي التعاليق في هذا الفيديو هذا. راه هاد المقالي راه ما كيتصداوش نهائيا، هذاك غير الطياب قوه ما كنطيبوا فيهم المسمن والحرشه والبطبوط، يعني كنطيبوا فيهم بزاف ديال الاشياء. هذاك علاش كيكون اللون ديالهم بحال هكا. هاد المقالي ما كيكونوش مصدين نهائيا، والمقله ديالي ما مصدياش نهائيا، راها نقيه. هاد المقله راها نقيه كيف ما كتشوفوا معايا، واخا كيبان لكم كحله هذيك ما فيها حتى شي حاجه غير قوه الطياب. والمقله فاش كتكحل بحال هكا عاد باش كيزيان فيها الطياب. هاد المقالي هادو الله يخليكم اللي عندهم بحال اللي عندكم بحال المقالي هادو خليوا لي التعاليق ديالكم عافاكم، واش حتى نتوما مقاليكم بحال هكا ولا شنو؟ راه كيجاوني عليها بزاف ديال الانتقادات. وحده قالت لي انا غير دخلت للفيديو وشفت هاد المقله هادي صافي غيلفتيني. وبزاف ديال الانتقادات عرفتي على انتقادات راه ما تصوروش في واحد الفيديو ديال الحرشه الا رجعتوا الحرشه الكبيره اللي شاركت معكم جاوني عليها بزاف ديال الانتقادات. فهاد المقله هذه انا كنعاودها لكم نقولها ونعاودها، راه ما مصدياش نهائيا. هاد المقالي هادو ما كيخطاو حتى شي دار مغربيه. انا بعدا اللي كنعرف كاع الديور اللي كنعرف عندهم بحال هاد المقالي هادو. وانتم خليوا لي في التعاليق واش حتى نتوما عندكم بحال هاد المقالي هادو او لا. الا كانوا ما عندكمش نبدل المقله، خليوا لي الراي ديالكم وشنو رايكم وانا نبدل هاد المقله، حيت جاوني بزاف ديال الانتقادات عليها. كما شفتوا معايا هنايا رجعوا هكا الملاوي ديالنا من بعد ما هضرنا على المقله. هنايا من بعد ما كنضرب هكا نقرص المليويات ديالي كنحطهم في المقله. ضروري كنرش الملاوي بالزيت قبل ما نحطهم في المقله، ومن بعد ما كنحطهم في المقله باش منين نقلبهم بحال هكا كيتحمروا لي ياخذوا لي داك اللون الذهبي. نحط المليويه في المقله كما شفتوا معايا ونخليها تشد راسها ونقلبها على الجهه الاخرى. من بعد كنبقى نقلبها من جهه لجهه حتى كطيب وتحمر صافي، وكنحيدها بنفس الطريقه. غنكمل معكم غير بحال هكا. حطيتها في المقله دهنتها شدت راسها وقلبتها على الجهه الاخرى صافي، نبقى نقلب فيها من جهه لجهه حتى كطيب كتنفخ. الملاوي كيتنفخوا في المقله كما شفتوا معايا وكيجيو ورقه على ورقه، كيجيو زوينين بزاف بزاف. هاد الملاوي غير جربوهم على حسابي كيجيو خطيرين بزاف. صافي انا غنبقى مستمره بنفس الطريقه كما شفتوا معايا حتى كيتحمروا ونحيدها هكايا من المقيله. وما تحرقوش المسمن ديالكم، تخليوه هكايا يتحمر اكثر من القياس. خليوه اللوين ديالو غير خفيف هكايا ومحمر كيجي زوين. حتى الا بغيتو تحطوه في المجمد مثلا درتو كميه كبيره فاش كتجبدوه تعاودوا تسخنوه كيشد اللون هكايا كيزيد يشد اللون اكثر. هانتوما كما شفتوا معايا هنايا الملاوي ديالي كيتنافخوا في المقيله وكيجيو محمرين كيجيو منفوخين كيجيو زوينين بزاف. نكمل بنفس الطريقه هنايا يعني حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. نبدا نهز المليويه ديالي مدهونه بالزيت نحطها في المقله ونقلبها هكايا من جهه لجهه حتى كطيب وتحمر صافي. وهذه هي النتيجه ديال الملاوي ديالي من بعد ما كيطيبوا كيجيو خطيرين بزاف. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كلهم ورقه على ورقه. اما اللذه ما تشبعوش منهم. هذاك دانون اللي كنديروا فيهم وداك المعلقه ديال الحليب بودره كتعطيهم واحد اللذه خطيره بزاف.
هاد الخميره اللي كنديروا فيهم حتى هي كتعطيهم واحد الهشاشه، كيجيو خطيرين بزاف بزاف. غير جربوا هاد الملاوي كما قلت لكم على حسابي، كيجيو مفشفشين ومورقين ورقه على ورقه. اما اللوين يا سلام، ضانون كما قلت لكم، الحليب راه حتى هو كيساهم في النتيجه هكايا باش يجيو زوينين كيف ما كتشوفوا معايا. واخا نحل لكم هاد التفصيل كامل راه غتلقاو نفس النتيجه، غتلقاو هاد الملاوي هادو كلهم هكايا مورقين ورقه على ورقه وفتيين كما قلت لكم. ديك الخميره اللي كنديروا فيهم كتخليهم يجيو فتيين وما كيضروش في المعده نهائيا. واخا تاكلوا منهم شحال ما كليتو ما يضركمش في المعده حيت كيكون فيهم الخميره. هانتوما كما كتشوفوا معايا كلهم مورقين ورقه على ورقه وطايبين ومفشفشين واللون ديالهم ذهبي. يعني ملويات ديال تحميرة الوجه لا مع وليداتك في دارك ومع عائلتك ولا مع ضيوفك، تحطيهم لضيوفك بوجهك حمار ما تحشميش نهائيا، حيت كيكونوا الملويات ناجحين مليون في المية. النتيجة لا يعلى عليها كيف ما كتشوفوا معايا. واخا نحل لكم هاد التفصيل كامل غتلقاوه بنفس النتيجة. هانتوما واخا نجمعها كيف ما جمعتها كتبقى ونعاود نحلها من الداخل كتلقاوها بنفس النتيجه. يعني الملاوي ناجحين مليون في المية. جربوهم على حسابي. خوتي خواتاتي غير ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم، اللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء والتعاليق ديالكم الزوينه. واللي باقي ما مشاركينش في القناه شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا فين ما نحط شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين. وراني حاطه لكم بزاف ديال الفيديوهات ديال الملاوي، ديال المسمن، ديال الحلاوي، ديال الكيكات، ديال الكاب كيك مع الدخول ديال المدرسه. راني كنحط لكم بزاف ديال الشهوات ديال الدخول المدرسي هكا الوليدات. كنحط لكم بزاف ديال المسمن نجاح مليون في المية. الا رجعتوا الملاوي حتى هو غير رجعوا للقناه وغتلقاو كاع الشيوه هكا واللي غتحتاجوه في حياتكم اليوميه كلهم ان شاء الله. وهنا الفيديو ديالنا كيكون وصل للنهايه ديالو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.